انا عندي سؤال لمارسيل كولر. هو معقول يا كولر تكون الدقيقه بقت 75 وتكون انت دماغك لسه ما جابتش ان المدرب ده مش هيهاجمك؟ سؤال انا بساله، يعني انا بسال انت احنا في الدقيقه 75 دلوقتي، ما جاش في بالك ان المدرب ده او ان الترجي في رادس مش هيهاجم؟ هو مش عايز يهاجم، هو هدفه الاساسي انه ما يخشش فيه جول بس. يعني دي خطته الاساسيه. الترجي في رادس، ايوه، وسط جمهوره، ايوه، خايف من الاهلي، يا جماعه هو مش صعبه. يعني فرقه زي الاهلي انا عارف، يعني معلش فرقه تخاف منها في اي حته. نهائي الشامبيونز ليج متمرس عليه فيقول لك لا ده ما انا ما باشا، انا مش عايز اكسب، مش عايز اكسب 3-1، مش عايز اكسب 4-2، انا مش عايزه يجيب جون فيا هنا. يعني عايز تخسر ولا تكسب يقول لك ما اعرفش، بس الاهلي ما يجيبش جون فيا. انت يا كولر مش قادر تفهم دي من بدري، وتقوم ساحب حسين الشحات وتنزل رضا سليم عشان السرعات مثلا. مش عارف كولر يعني بيؤدي مباراه غريبه الحقيقه. لعيبه الاهلي النهارده هي اللي بتلعب مباراه ممتازه. الثقه في حاله من حالات عادي يا جماعه، في ايه عند الترجي هفن فاهم. فرص ضاعت من بيرسي تاو، اخطر فرصه، هي مش فرص، هي فرصه، واخطر فرصه بالنسبه لي ضاعت من الاهلي هي فرصه بيرسي تاو. الكره اتلعبت له في ال 18 وهو لوحده خالص، عدت من تحت رجله، انا بشوفها جول. المهم يعني هنشوف المباراه ستؤول الى ايه، ولكن كولر هو مش هيهاجم كالريرو. المفروض انت تباغت، مش هتباغت خلاص، خلينا قاعدين كده بقى للصبح. انتهت المباراه بالتعادل السلبي بين الاهلي والترجي. والتغييرات اتعملت امتى بقى يا جماعه عشان برضه اشرح لكم الموضوع. طبعا حسين الشحات كان هو المفروض يخرج. حسين الشحات يبقى طول الوقت هو ورق الضغط لما تكون انت اللي بتضغط، لما تكون انت اللي حاطط الفرقه اللي قدامك دي تحت الضغط. لكن طول ما انت بتلعب على المرتدات ومحتاج سرعات قدام، فانت كان لازم تنزل رضا سليم. فعندك رضا سليم بقى ناحيه الشمال وتاو ناحيه اليمين، سرعات هنا وهنا، فتبدا انت تعمل خطوره هجوميه. عايز اقول ان اسامه ابو علي مهاجم رخم قوي ومهاجم مزعج قوي، واي مدافع ما يتمناش يمسك اسامه ابو علي. اسامه ابو علي الثنائيات معظمها بيكسبها، بيقدر ياخد فاولات بطرق احترافيه شديده جدا. دي نقطه. النقطه اللي بعدها بقى عايز اقول لك ان الماتش خلص 0-0، والنتيجه دي مش عارف بقى الناس هتحاول تفهمني ولا لا في اللي انا هقوله. النتيجه دي لم يكن يتمنى المدير الفني للترجي افضل منها. حد يقول لي ثواني بس، انت هتالف ولا بتستظرف ولا انت عايز ايه؟ اقول لك لا مش بستظرف. مدير الفني للترجي التونسي، تاني هقولها لك، هو كاردوزو قال انا مش عايز الاهلي يديني كيس بوزو، انا عايز اخرج من هنا زي ما انا كده. الاهلي ما يجيبش فيا جول، الاهلي ما يجيبش فيا جون هنا في رادس، اروح انا هناك بقى اخد فاول من بره المنطقه اشوطها، تجي لي بيلن اكركب بطني الاهلي واجيب جون هناك. وعشان اجيب جون هناك لازم الاهلي قصاده يجيب فيا جونين. فهناك الراجل عارف ان هو يعني بالنتيجه دي قدام الاهلي المتمرس، قدام الاهلي الذي يخشاه الجميع في القاره الافريقيه، يقول لك دي نتيجه ايجابيه. طيب الجدير بالذكر النادي الاهلي اصبح اكثر نادي في تاريخ دوري ابطال افريقيا حقق سلسله لا هزيمه. زي ما انت سامع كده، الاهلي كان في شراكه بينه وبين الترجي بنتيجه 20 مباراه لكل فريق. لكن خلاص الاهلي بعد التعادل النهارده في رادس في المباراه النهائيه اصبح هو المنفرد بهذا الرقم. انا بشوف ان الشوط الثاني الاهلي ركب الماتش تماما. الاهلي كان بالامكان افضل مما كان. الاهلي كان يستطيع الفوز على الترجي في رادس، ولكن حته عدم جرأة كولر وعدم التغييرات بدري شويه، ويقول لك انا مش خسران خلاص مش هغير. لا يا كولر، انت لا تدري ان خطه الراجل ده اصلا انه ما يخشش في جون. دي وجهه نظري. ومباراه القاهره يعني مش بعيده، ماتش القاهره مش بعيد، وهتعرف ان كلام اخوك الهستيري صح يا كولر. فريق الترجي النهارده، دي وجهه نظر انا بقى، يعني نختم القصه دي بالجملتين دول. فريق الترجي النهارده مش شايف اي تحسن في ادائه، والتحسن اللي حصل عن السنه اللي فاتت يعني شفنا صفقات وبتاع، لكن الجزء النفسي ان الترجي نازل خايف يخسر من الاهلي. اللي شفته كله ان جمهور الترجي ابدع وابدع وابدع وابدع. وارفع القبعه بقى اهو، رفعت القبعه لجماهير الترجي، يلا بقى
انا رفعت القبعه جماهير الترجي، خلاص الموضوع منتهي. جماهير الترجي النهارده عملت تيفو يا جماعه، وداخله حاجه لوز العنب، دعما لاخواتنا اللي ربنا ينصرهم يا رب. فجماهير الترجي كانت هي السلاح الاقوى للترجي في المباراه النهارده. ولو الترجي ظهر متماسكا دفاعيا بعض الشيء فده عشان خاطر ان جمهوره حاضر معاه في ارض الملعب، لكن ما هو دون ذلك انا شايف النادي الاهلي هو الاقوى. النادي الاهلي في الماتش ده كان يقدر يكسب. نتيجه التعادل لو انا اهلاوي كنت هزعل عليها، ايه رايك في دي جميله؟ والله العظيم لو انا اهلاوي كنت هزعل على التعادل مع الترجي في رادس. ليه؟ لان الترجي ما بغتنيش، ما هاجمنيش، ما عملش خطوره. مصطفى شوبير لما تصدى الكوره ما حصلش حاجه، بل ان انا لو كنت بتركيز شويه ضغطت اكتر وكنت اكتر شراسه كنت ممكن اكسب الترجي هناك. يعني لو انا اهلاوي اقول الكلام ده. ولكن في النهايه النتيجه هي التعادل السلبي بين الاهلي والترجي، وهناك شوط كامل او مباراه كامله بقى 90 دقيقه في في القاهره. نبدا نتكلم مع بعض في حلقه ناريه على اليوتيوب بعد قليل فلا تفوتوها. مش عارف اقول مبروك الهارد لك، ولكن نظريا مبروك للاهلي وجمهوره. سلام عليكم.